الفل على حسب التوقيت اللي بتشوفوا فيه الفيديو ده. وزي ما عودناكم على الوصفات السهلة السريعة وكمان وايد حلوة زي ما اخواتنا في الخليج بيقولوا، وصفتنا سهلة جدا. تابعوا الشرح وكمان سهلت عليكم وكتبت لكم المكونات في الوصف. اول حاجة هنجيب صدر فرخة وهنقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يفضل نقطعه قطع صغيرة، ممكن تبقى اصغر من كده كمان. ليه؟ ايه الحكمة في كده؟ الحكمة في كده ان هي بتساعد في السوا اسرع، ما بتاخدش وقت خالص على النار وتبقى مستوية من جوه ومن بره كمان. ده اول حاجة. بعد كده هنجيب بعد ما قطعنا الفراخ بالشكل ده، هنيجي في طبق كده وننزل بيها، وهنجيب بقى ايه البهارات بتاعنا. اول حاجة هنجيب علبة زبادي، زبادي صغيرة، اخواتنا في الخليج بيقولوا عليه روب، ومعلقة توم صغيرة، وعصير نص ليمونة، كاري، وكمون، بابريكا، كزبرة، وفلفل اسود، وما تنسوش الملح. بعد كده هنخلط المكونات دي كلها مع بعض. طبعا يفضل ان احنا نسيبها شوية في التتبيلة دي، تاخد وتدي مع بعض كده عشان الفراخ تشرب من التتبيلة دي ويبقى طعمها حلو. هي على فكرة لو عملتوها على طول هيبقى طعمها خطير جدا برضه، لكن انا بقول هتودي الوصفة في حتة تانية خالص، هنعلي التيست بتاعها. انا بما اني مستعجل هعملها على طول على فكرة. انتوا لو معاكوا وقت زيادة ممكن تسيبوها شوية. طبعا معروفة اي حاجة بتحط في تتبيلة كل ما بنسيبها شوية كل ما التيست بتاعها بيبقى اعلى. هنيجي كده فوق على النار وهننزل بالخلطة بتاعنا دي بشوية زيت حلوين كده، وهنفضل نقلب فيها لحد ما لونها يتغير معانا. بس كده. هنطلع بقى الخليط ده كله والفراخ كده من الوك. وبعد كده هننزل ببصلاية، طبعا البصلة هتاخد بقى من النكهات بتاع الفراخ والبهارات دي، تركاية برضو مهم. هو تغسلوها في نفس الطاسة كده بنفس كل حاجة فيها. وبعد كده نزلنا بفص توم، نفضل نقلبه كده لحد ما ريحته تطلع. وبعد كده هننزل بكوباية عصير طماطم، نفضل نقلب فيه بقى. وبعد كده هننزل ببهاراتنا دي. بهاراتنا دي كاري وكمون وبابريكا وكزبرة وفلفل اسود وملح، زي ما قلت لكم هسيبها لكم في الوصف. طلعنا الخليط ده بقى وسيبناه يبرد شوية، وقمنا ضربينه في الخلاط عشان يبقى جوسي كده زي ما انتوا شايفين، وقمنا نازلين بالفراخ. بس اهم حاجة يا جماعة ما نضربوش في الخلاط وهو سخن، عشان الخلاط ما يعملش في وشنا، الغطا ما يتفتحش من الضغط بتاع الحرارة جوه يعمل في وشنا. نستنى لما يبرد شوية وبعد كده ايه نقوم ضربينه في الخلاط. وعلى فكرة ممكن ما نضربوش براحتكم، ده اختياري. وبعد كده هننزل بنص كوب كريمة، زي ما انتوا شايفين كده، وهنسيبها 10 دقايق لحد ايه ما تبقلل كده وتتسبك معانا. بالشكل ده كده. كده وصفتنا جاهزة يا جماعة، وكده خلصت. تقدروا بقى تزينوها كده من فوق كده بشوية كريمة وبقدونس
وبالعافية على قلوبكم. بجد لازم تجربوا الوصفة دي يا جماعة، خطيرة جدا. يلا اشوفكم على خير، متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.